بنشوف مع حضراتكم ان الدولة المصرية في 6 مارس الماضي كانت بتقوم بالعديد من الجهود لجذب الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بطريقة أكبر، ومشاركته للقطاع العام علشان يكون في نهضة اقتصادية في مصر تقدر تقاوم يعني عاصفة التضخم العالمي اللي بيعيشها العالم كله. طبعا ثبتنا سعر الصرف بالاضافه كمان لحوافز استثماريه، وطبعا مش هقول لكم على التشريعات اللي هي طبعا قانون الاستثمار الموحد، لكن هنعرف قد ايه اثر ده على جذب استثمارات. وشفنا مع حضراتكم طبعا راس الحكمه، وكمان في الطريق لعديد من المشروعات القوميه وجذب مستثمرين الى مصر. نتعرف على تفاصيل اكتر من خلال لقائنا مع الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير اسواق المال. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. صباح سعيد، صباح كله تفاؤل وامل على حضرتك. بنتكلم النهارده عن الاجراءات اللي اتخذتها الدوله المصريه لجذب الاستثمار، وطبعا مع وثيقه ملكيه الدوله اللي تطلق العنان للقطاع الخاص واهميه ده في هذه الاونه. قبل ما اتطرق على ده، عايز اعرف من حضرتك اثر تثبيت سعر الصرف اللي اتخذته الدوله المصريه في 6 مارس الماضي لجذب الاستثمارات. هو طبعا كان عندنا مشكله كبيره في سعر الصرف ما بين السوق الرسمي وغير الرسمي، وكان وصل لعمليه مضاربات كبيره جدا، وتخطى حاجز الرقم الموجود حاليا اللي هو ال 50 جنيه تقريبا، وكان وصل لارقام اكبر من كده، وكان في توقعات بالزياده. وكان في سعر البنك اللي هو السعر الرسمي تقريبا حوالي حاجه و30 جنيه 31 جنيه تقريبا، وده كان مؤثر على وما الاستثمار. كانش موجود كمان. وما كانش موجود. الدوله لما ابتدت توفره ابتدى يحصل عمليه تعادل للسعر اللي هو القيمه الحقيقيه ليه في البنوك، وبالتالي الاستثمار المباشر ابتدى بنسبة الرقم الموجود في البنوك، لأن هو المصدر اللي هو داخل في البنك مثلا معاه مليون دولار، فالنهارده هحسبه ب 30 جنيه ولا هحسبه يعني السعر اللي كان موجود، او احسبه باسعار الاسواق السوداء. لان السعر السوق السوداء كان سعر السيارات ليه سعر، الذهب كان ليه سعر اخر، العقارات كان ليها سعر مختلف، كل قطاع كان بيسعر الدولار بشكل مضاربي، بشكل كان يعني عامل مشاكل كتيره جدا في الاقتصاد. وبالتالي هنا لما حصل سعر موحد اللي هو بتاع البنك، ابتدى كله يحسب على هذا السعر، وبالتالي ابتدى يحسب الدخول المباشر والخروج او الاستثمار في ادوات الدين اللي هي اذون الخزانه والسندات وحتى الاسهم. ابتدى يعرف هو هيخش بكام وهيخرج بكام، والعائد بتاعه، ويقدر يخش الاقتصاد ده ولا لا، لان ده بيتحدد عليه معايير كتير جدا. وبالتالي ثبات سعر الصرف او المتوسط لسعر الصرف المضار اللي هو حاصل دلوقتي، ده بيفيد الاستثمارات الاجنبيه وجذب الاستثمارات الاجنبيه، لان زي ما هو عايز يدخل عايز يخرج ويحسب مكاسبه، وده بيأثر عليه في عملية التغير في سعر الصرف. وشفنا بعد كده صفقة رأس الحكمة، وشفنا على العديد من استكمال المشروعات. طيب أثر ده بقى على أهمية إن احنا نجذب استثمار في هذه الآونة، وهل في طرق تانية أخرى لجذب الاستثمار؟ هو طبعا في عملية التسهيلات الضريبية، وده الدولة قامت بيها فعلا بالفعل، أدت حوافز ضريبية. حوافز ضريبية. بس الدولة هتطلع الشهر دوت في يعني وزارة المالية بتعمل عملية الضبط لهذه الحاجات الضريبية، يعني المدخل الضريبية، لأن برضو الاستثمار بيحسب ضرايبه. الضرايب ديت في منها تسهيلات، وفي منها امبارح كان في برضو قرار لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. يمكن كنا اتكلمنا عن الازدواجية بتاعها. احتمالية كبيرة جدا إعادة دراسة هذه الضريبة، ودي هتأثر بشكل كبير جدا على الاستثمار المباشر وغير المباشر. على فكرة كان في خبراء اقتصاد كتير قوي من السنة اللي فاتت بينادوا بإلغاء ضريبة الأرباح على رأس المال. أنا عملت حلقة عند حضراتكم هنا اه، يعني بالإلغاء، وكانت وانا عملت حلقة مع رانيا يعقوب خبيرة برضو أسواق المال، اتكلمت في الموضوع ده. تمام. احنا تقريبا يعني معظم خبراء اسواق المال اجمعوا على هذا الامر، ان يصعب تطبيقها، وهي ضاره بالاستثمار الغير مباشر اللي هي الاستثمار في ادوات الدين. وبالتالي خرج من السوق حوالي 22 مليار دولار اللي هو الاستثمار الغير بسبب هذه مباشر الضريبة. بسبب هذه الضريبه في 2020. وبالتالي اثر كمان على سعر الصرف، وحصل عليه مضاربات اللي هو لما كان ب 30 جنيه. وبالتالي الغائها يعني ممكن يحصل عمليه تدفقات كبيره جدا بسبب هذا الالغاء الى خزينه الدوله، وبالتالي هتلاقي في مرونه كبيره جدا في عمليه سعر الصرف، وقد ينخفض. وده هيقلل الانفليشن او التضخم، هينعكس على امور اخرى. يعني هو الاقتصاد ديناميك وليس بنتكلم في جزئيه واحده. العمليه حتى الاستيراد
انت لما سعر الصرف ده بيثبت وعمليه هذه الضرائب تنخفض ويلغي ضريبه كان فيها مشاكل ماليه، هو بيدي حق للمستثمرين بره ان هو عنده مرونه في القرارات. وبالتالي انا ممكن اجي كمستثمر افتح مصنع، هو بيستثمروا في ادوات الدين لان هي مدتها قليله، وبيحصل على امواله في فترات ممكن تتراوح بين سنه، لكن عشان يبني مصنع ويبتدي ينتج ويبتدي ياخد عائد ممكن ياخد من 3 ل5 سنوات. وبالتالي هنا هو ما عندوش استعداد ان هو يستثمر في الاستثمار المباشر. لكن الغاء ضرائب، اعفاءات ضريبيه، مرونه في هذه الامور كلها تديله ان هو ممكن يكسب اكتر من الاستثمار في الادوات الماليه او عمليه المضاربات، وبشكل يفيد بقى جزء زي التوظيف، يزود العماله، طبعا هيدفع جزء طبعا من الضرائب للدوله، عنده دخل جديد. وبالتالي هيبقى في ديناميكيه في حركه الاقتصاد بشكل كبير ما بين الادوات الماليه وما بين السوق الرسمي اللي هو السوق التوظيفي، اللي هو بيشغل عماله وبيشغل مصانع وبيقوم مصانع. وبالتالي هنا ممكن يعيد هيكلة الاقتصاد بشكل كبير جدا، والدولة تستفيد والمواطن يستفيد ب يعني وجود سلع كتير. وبالتالي تعمل هنا آلية العرض والطلب وتنخفض كتير جدا من الأسعار لبعض السلع. أهمية البنية التكنولوجية في جذب الاستثمارات يا فندم اللي اهتمت بيها الدولة في الآونة الأخيرة؟ البنيه التكنولوجيه احنا عندنا بنيه تكنولوجيه كويسه، لكن هي موضوع البيج داتا اناليسيز او التحليل لهذه المعلومات والبيانات اللي بتتحط، هي دي بتاثر برضو على المستوى بتاع الدوله في تحصيل الضرائب والاعفاءات الضريبيه وعمليه الشمول المالي. وبشكل اخر بتخش كمان في عمليه الدعم ومواصله مين محتاج الدعم، واللي عنده مشاكل في بعض يعني الدخول الدوله بتعالجها، وبالتالي بتبتدي تساعده الدوله من ان هو يقوم. يعني اللي انا عارفاه دلوقتي ان تكنولوجيا تقدر تقدم على طلب انشاء شركه او طلب ارض المصنع، وخلال 30 يوم لو ما جال 15 يوم 30 يوم لو ما جالكش الرد يبقى يعتبر الرخصه ساريه ورخصه ذهبيه. الدوله اتخذت اجراءات كتير جدا، يعني اكيد ليها تاثير لجذب الاستثمارات هو زي الرخصه الذهبيه. هو العالم بيتحول الى هذه المنظومه بشكل كبير. فموضوع الرخصه الذهبيه احنا بنتكلم على انها بتسهل كل الاجراءات اللي كان فيها عمليه البيروقراطيه. يعني مثلا كان اللي عايز يخش يعمل مصنع مثلا لا، بعدين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لك مش للمشروعات القوميه بس، ده خلاص الرخصه الذهبيه لاي حد، للمشروعات الخاصه. وبالتالي المشروعات كمان الخاصه كمان يبتدي يستفيد من الرخص الذهبيه. وبالتالي ان انت بتزود عمق الاقتصاد، بتزود شركات، بتحسن الاداء بتاع الوظائف، التدفقات الاستثماريه. وبالتالي انت عندك احنا بنعرض مع حضرتك اهو برضو على الشاشه البنود اللي قدمتها الدوله لدعم الاستثمار، منها رخصه ذهبيه ومنها وثيقه ملكيه الدوله. وانا عايزاك تكلمني تحديدا عن اهميه وثيقه ملكيه الدوله، علشان اتاحت الفرصه للقطاع الخاص ان هو يشرك القطاع، يبقى شريك للقطاع العام. اهميه ده في دعم الاقتصاد. احنا عندنا حوالي 224 شركه قطاع اعمال عام، في منها شركات عندها مشاكل ماليه، وابتدت الدوله تتجه الى عمليه التصفيه فيها بشكل كامل. وفي شركات استراتيجيه دي الدوله هي خط احمر بالنسبه لها، والمشروعات اللي فيها لن تستطيع الدوله التخلص منها باي شكل من الاشكال. وفي الحاجه اللي هي ما بين هذا القطاع الخاص وبين القطاع العام، انا كدوله عندي مشاكل في الاداره بديها للقطاع الخاص يديرها، وانا بستفيد ان انا ليا الحصه بتاعتي او الحصه المالكه مقابل ان هو بيدير. وده هنا بيبقى في مزيج منه بيع اسهم مباشره في البورصه، او ان انا بجيب ادارات، الادارات دي بتطور وبتهيئ مقابل نسبه كبيره جدا مثلا من الارواح تتخطى ممكن 50%، وانا استفيد من هذا الاصل. يعني هذا الاصل ما بيضرش عليا مكسب. لكن مع القطاع الخاص هو عنده مرونه في اتخاذ القرار، وبالتالي اتخاذ القرار مع القطاع الخاص هيديني قابليه ان هو ممكن يغير مكن، يجيب له نو هاو، يجيب له تكنولوجيا جديده، يجيب له عماله مدربه، او يدرب العماله الموجوده. وبالتالي استفيد من الاصل دوت
اقصى استفاده ممكنه اقتصاديا من الاصول الموجوده عندي، وبالتالي ممكن اغير في وبعض الشركات بيتغير نشاطها. يعني انا لو عندي مثلا مصنع معين، ممكن اعمل له احلال كامل المصنع دوت، ولو مساحه الارض كبيره ابتدي اعمل له منطقه سكنيه تخدم اهل المنطقه، او منطقه خدميه بشكل كبير. وده فعليا في يعني ده حصل في الدوله في مصنع حلوان، الحديد والصلب بتاع حلوان. لكن هنا الخطه بتاعت الدوله هي اللي بتقول بتحط الخطوط العريضه، وبالتالي القطاع الخاص بيجي يلاقي الفرص بتاعته موجوده. يعني هل هو كان مصنع حديد والصلب كان افضل ليه ان هو ياخده حديد وصلب، ولا ان هو ياخده في قطاع الاسكان وياخده مثلا 10 شركات يبتدوا يطوروا ويعملوا هذه المنطقه خدميه لل يعني السكان الموجوده، وتعمل منطقه جديده وبنيه تحتيه. وبالتالي هنا المفاضله ما بين القرار في اتخاذ القرار في ان انا احول من نشاط لنشاط اخر، ده بيرجع للاستراتيجيه العامه للدوله وتكافؤ الفرص من القطاع الخاص. يعني لو هو ما لقاش عنده فرصه مش هيدخل، لكن لو لقى فرص هيبتدي ان هو هيكسب منها. القطاع الخاص بيستهدف الربحيه، اما القطاع الاعمال العام بيستهدف ان هو يعمل تخفيف للمعاناه اللي هي الاقتصاديه او الضغط الاقتصادي، وده في الاقتصاد العام. ففي الدولة أنا عندي أنهي استفادة أكتر، وبالتالي وثيقة ملكية الدولة لما خرجت على نطاق إن إحنا هنبتدي نشتغل على الجنبين، إن أنا أعظم الاستفادة من أصول الدولة، والقطاع الخاص يستفيد، وإن هو يخش ويحسن من الوظائف ويحسن من الأداء الاقتصادي. نعم. طيب النهارده واحنا شايفين ان العالم بيحيا على صفيح ساخن، كيف ترى مستقبل او آلية ان احنا نحافظ على مستوى التضخم ما يزيدش اكتر من كده؟ هو يمكن مستوى التضخم ده في العالمي، ما يعني ما احنا احنا زينا زي العالم. ما احنا عندنا مشكله ان احنا التضخم اللي عندنا مستورد. احنا بنستورد في ميزان المدفوعات كميه كبيره جدا من السلع، يعني تقريبا احنا عندنا لكن انا عندي لما احقق اكتفائي الذاتي من بعض السلع السلع الاستراتيجية. الاستراتيجيه زي الاغذيه، ابتدي ان انا مش هستورد اغذيه، ابتدي اوفر كمان يعني احنا عندنا محورين: توسع في القطاع الزراعي وتحديث طرق الزراعة علشان والصناعات الزراعية. والصناعات الزراعيه. وبالتالي هلاقي عندي ان انا في القطاع الخاص ابتدى يطلب ان هو يدخل في التصنيع او التصنيعات الغذائيه، وبالتالي هنا الدوله عملت عمق كبير جدا في الاستراتيجيه بتاعه الزراعه. ودخلت، احنا بنتكلم على مليون ونص فدان، وابتدت كمان ان الدوله تزود الفكر بتاعها لان احنا نوصل ل 3 مليون فدان استصلاح. وعلى الجانب الاخر هذه المنتجات بتتصدر زي ما هي، ففي شركات قطاع خاص ابتدت تطلب من الدوله انها تدخل تاخد هذه المنتجات وتعمل لها قيمه مضافه عمليات التصنيع. يعني مثلا لو قلنا الطماطم لما بتطلع صلصه هي اغلى من كيلو الطماطم، وبالتالي احنا بنتكلم على منظومه بتستفيد منها الدوله، ان انا بامن الاستراتيجيه بتاعتي وبصدر. وابتديت كمان ان انا اصدر، انا فاتح ل 160 دوله في الاغذيه، يعني بصدر فواكه، بصدر خضروات بحوالي 160 دوله. انت فبتتكلم انت عندك 204 دوله، فانت يعني احنا داخل. كمان اخدنا في البرتقال الدولة الأولى ده احنا لا، اتفقنا على اسبانيا وممكن كمان في الطماطم على فكره. على يعني مستوى احنا افريقيا. في الطماطم على مستوى 5 دول على مستوى العالم. اسبانيا من الدول الاولى، الثانيه على مستوى العالم. احنا بقينا الخامسه في تصدير الطماطم. لكن هي المشكله ان انت، هل ده بيأثر على السوق الداخلي ازاي؟ هل انت بتفرغ السوق وبتطلع، ولا هل هو منتج زياده ده السؤال اللي انا عايزه اساله لك بقى، ده المهم. هو انت بتاخد من السوق الرئيسي ولا منتج هو زياده؟ الموضوع موضوع توازنات. يعني هو ايه؟ النهارده الخضار والفاكهه هو بيحسبها التاجر، بيحسب الرقم اللي هو هيصدر بيه، وبالتالي بيحط الرقم دوت في السوق الداخلي، فهو بياخد الفرصه البديله. فبالتالي حتى لو المنتج متوفر وموجود، هو الفتره اللي فاتت كان مع ارتفاع درجات الحراره، ويمكن الناس عرفت الكلام دوت، مع ارتفاع درجات الحراره كان في مشكله في المحاصيل، وفعلا في محاصيل كتير تلفت. لكن فده عمل ارتفاع، وانت مرتبط بعقود تصدير فبتسحب من السوق الداخلي. لكن كان قبل كده، يعني هي السنه اللي فاتت دي اللي كان فيها مشكله، اللي هو الصيف اللي فات ده، عشان ارتفاع درجات الحراره. لكن قبل كده احنا على مدار حوالي 6 سنوات انت بتصدر ما كنتش حاسس بارتفاع غير مثلا في سلع او اتنين. النهارده احنا في نسبه تضخم عاليه جدا كانت موجوده، الناس شايفاها في السعر،
فالناس ابتدت تقلل كمان كميات اللي كانت بتستهلكها، او بتجيب على القد زي ما بيقولوا، يخلص بجيب تاني. وبالتالي هو كمان ابتدى يغير سلوكه، لان هو كان في برضه بعض السلوك الخاطئ ده كان بيعمل حرق في السوق، او بيعمل طلب زياده في السوق من غير ما يكون هو هيستهلكه. وبالتالي هنا ابتدى يعمل توازن، انخفاض درجات الحراره يتحسن من المحاصيل يمكن الثلاث شهور القادمين، ويبتدي يحصل عمليه انخفاض ملحوظ. لكن عمليه الانتاجيه اللي هي كانت للتصدير هي هتظل للتصدير، وابتدى كمان القطاع الخاص برضو يطلب ان هو يدخل فيها، وان هو يبتدي يزود، وان هو يبتدي يجيب محاصيل معينه او ما بتتزرعش في مصر، وابتدى ان هو يزرعها في مصر بسبب موضوع التغيرات المناخيه، وده هيدخل عمله اكبر. يعني كان انا عمله. عرفت ان احنا بدأنا نزرع بن يعني. ما هو البن احنا ما كناش بنزرعه، فهو اه، البن يعني يمكن من اشهر المحاصيل. انت حضرتك البن دوت بيتزرع على خط الاستواء، على خط الاستواء عشان على درجة خط الحرارة. فارتفاع درجات الحراره يمكن فادت جزء من الزراعه ده، بين الزراعه ديت. لكن هل ده مستمر؟ يعني هل الصيف الجاي واللي بعده هيبقى نفس الدرجات الحراره موجوده عشان هذا المحصول؟ وبالتالي هل انت بتاثر على الخضار والفاكهه من جهه اخرى؟ انت برضو طب هل نحن في حاجة، أنت كيف تقرأ التشريعات الاقتصادية اللي اتخذتها الدولة لجذب الاستثمار؟ نحن في حاجة لمزيد من التشريعات، أم نحن لدينا تشريعات كافية ولكن في حاجة إلى مزيد من تطبيق هذه التشريعات بمرونة؟ الاثنين يعني. في حاجات لازم ان هي تراجع مره اخرى مع مجلس الشعب زي إيه؟ والجهات المعنيه. يعني يمكن ضريبه الارباح الراسماليه حضرتك بتتكلمي عليها، يمكن اللي ابتدينا بيها ضريبه الاطيان، الضرايب في بعض الضرايب كده لازم تراجع. يعني في ضرايب كده بتؤجل ما كل. تقول كده زي ضريبة، احنا ضريبة رأس المال الحمد لله. خلاص يعني هي خلاص في نطاق ان هم بيعيدوا دراستها، واعتقد انها هيتم وبدأ يعني. الإعلام هو اللي كان بيلقي الضوء عليها، احنا هنا من شاشة قناة القاهرة ألقينا الضوء عليها من خلال خبراء الاقتصاد كتير جدا. هو بالفعل احنا يعني اتكلمنا عليها كتير جدا في هذا الامر، وشرحناها كمان، وشرحنا عوراتها الضريبيه وازدواجياتها ومشاكلها. وبالتالي هنا الاعلام كان ليه دور كبير في ان هو يوصل الراي ده يعني لمن يهم لمن الأمر. يهم الامر في عمليه الاستثمار. وبالتالي لما الدوله ابتدت تسمع وابتدت ترجع لهذه الفيديوهات والساده الخبراء كلهم اللي هم اتكلموا في كثير من القنوات الاعلاميه، ابتدى يبقى في مرونه في هذا القرار. طب هذه المشكله فين؟ وابتدي يعالجها. فعنده ازدواجات ضريبيه، عنده مشاكل في التحصيل، مشاكل في عمليه طب أهمية ضريبة الأطيان اللي حضرتك ألقيت الضوء عليها يا فندم؟ ضريبه الاطيان. احنا بنتكلم الاطيان والضرائب العقاريه هو بيأجلها كل سنه، مش عارف ياخدها، لان هو عنده المزارع النهارده عنده مشكله في الارض نفسها بسبب التغيرات المناخيه. ممكن المحصول بتاعه كله يروح بسبب التغير. فالنهارده فيجي يقول له عايز ضريبه، طب انا خسران، هدفع لك ضريبه منين؟ ففيها مشاكل كتيره جدا. وهو الاقتصاد محطوط فيه حاجه اسمها ضريبه الدمغه، دي بديله عن بعض الضرائب اللي ايه مش عارف يحصلها. وبالتالي ضريبه الدمغه اعتقد ان فيها مرونه اكتر. يعني ممكن يزود ضريبه الدمغه شويه، او يخفضها على حسب القطاع ما يبقى. في غير الضريبه المباشره، الضريبه المباشره ممكن تعمل مشكله في القطاع. هو جه برضه في وزاره الماليه يمكن اتخاذ القرار في ضرائب الشركات اللي هي كانت السياحه ايام اغلاقات كورونا. الشركات دي كلها عندها خسائر بالجمله، وبالتالي هي الضريبه المباشره عامله له مشكله. لكن لما بيجيب سايح هو بيدفع ضريبه مثلا في المطعم، بيدفع ضريبه اللي هي الضريبه اللي هي القيمه المضافه والضرائب الاخرى، وبالتالي هو برضه بيحصل ضريبه لخزنه الدوله. فالمرونه في اتخاذ القرار في الفتره دي بتبقى قائمه او راجعه لمتغيرات الاقتصاد. وبالتالي انا شايف ان القرارات اللي الدوله ابتدت تاخدها هو بتقول للمستثمرين انا عندي مرونه، والحاجه اللي تقدر ان احنا نكتسب منها استثمارات، وان احنا نخفض على المواطن وعلى المباشر اللي هو مش عارف يدخل في قطاع، او اللي هو في قطاع فيه مشاكل، بنبتدي نعالجه بآلية الضريبه، او زي ان احنا بنحسن من اداء المنظومه دهيت. او في بعض القطاعات بتدي له دعم، يعني البنك المركزي تلاقيه بيدي دعم لقطاع معين في فتره معينه لمده معينه، مثلا لمده 5 سنوات يقول لك انا هدعم القطاع العقاري بمنظومه معينه. ده برضو نوع من انواع الدعم. فالمرونه والتغير ما بين السياسات الماليه والسياسات النقديه ده هو اللي بيحسن من الاداء الاقتصادي الكلي.
وبالتالي هنا بيبقى راجع للمستثمر ان هو عايز يستثمر في قطاع معين، يقدر ان هو يدخل فيه بحريه يعني ومرونه الضريبة ويخرج. العقارية ممكن يكون لها تأثير على الاستثمار العقاري يا ممكن فندم بشكل إيجابي؟ ممكن يعني النهارده انا مستثمر عقاري، بنيت كومباوند، الكومباوند ده فيه 5000 وحده. انا النهارده مطالب ان انا اروح ادفع للدوله. طب انا هجيبهم منين؟ انا ما بعتش حاجه. تمام. لكن هو اللي بيبيع لشخص، هو اللي بيبيع أو ممكن يعني الضريبة العقارية تكون على الضرائب المباعة، على العقارات المباعة، بس لما تبيع تدفع. لما بيع. طب افرض عندي قعد 3 سنين او 4 سنين، طب انا هجيب لها منين ضرايب، وهجيب لها منين بنى، وهجيب لها منين صيانات؟ الاقتصاد متغير. في فتره ممكن يبقى فراغ يبيعهم في اقل من 3 شهور، في فتره ممكن هذا أنا اللي المخزون عرفت إن كمان يفضل. في حاليا في حوافز ضريبية أطلقتها الدولة لجذب الاستثمار. يعني بعض المشروعات بتاخد بدل 10 سنين بتاخد أول 5 سنين تقريبا بدون ضرايب، المشروعات وبعد الصناعيه، الصناعية. المشروعات الصناعيه بالذات، ان هو يعني اقول لحضرتك على حاجه. احنا الاسمنت مثلا ده بيقعد يبني في المصنع 18 شهر. مصنع الحديد بيبني في المصنع 18 شهر، سنه ونص بيبني بس في المصنع عشان يخلصوا اجراءاته وتراخيصه وعمليه البناء وعمليه الانشاء فقط. فالنهارده هو يجي يتحاسب عليها ضريبيا ازاي؟ فهو لو بيديله اداله سماح 5 سنين. بتديله سماح 5 سنين او فتره معينه حسب ما ترتقي الدوله لهذا القطاع بدراسات وعمليه ابحاث، ان انا يا جماعه وبيحددها من امتى، من اول الانشاء ولا من اول الانتاج. وبالتالي انت مطالب ان انت كدوله بتراجع بقى عمليات الاستثمار او التدفقات الاستثماريه، وكل قطاع على حده بيتم دراسته وبيتم مشاكله فيها، يعني معرفه مشاكله ويبتدي يحلها. وده شطاره الدوله بقى، انها مرونه هذه القرارات. وبالتالي هنا انا بطلع القرار وفقا للمعيار الاقتصادي. وانا كمان برضو يعني وزاره الماليه والبنك المركزي بيشتغلوا مع المؤسسات الماليه الكبيره زي البنك الدولي وصندوق النقد والامم المتحده. وبالتالي المعايير ديت لازم بيطبقوها وفقا لقواعد عالميه ومرونه الاقتصاد الداخلي. يعني هو بياخد الخطوط العريضه من الاقتصاد العالمي، لان هو ما بيشتغلش لوحده، هو بيشتغل مع الاقتصاد العالمي. لان عشان عمليه الترانزاكشن وعمليه التحويلات الماليه دي كلها، وعمليه الضرائب وعمليه الازدواج الضريبي ما بين الدول ما بين بعضها، دي كلها بتشتغل في الامم المتحده. لكن في الاقتصاد الداخلي انا استفيد ازاي من دخول الاستثمارات ديت وخروجها، وحتى كمان تحسين الاداء الكلي. يعني ممكن يبقى يخش لي مستثمر كبير في قطاع معين، وهذا القطاع يتم بسببه طفره كبيره جدا في القطاعات. هو جاب تكنولوجيا وجاب نو هاو، وكل الموجودين في مثلا يعني قطاع زي قطاع الفراخ، لما دخلت شركات يعني من بعض الدول المجاوره، ابتدى انه يتطور بشكل كبير جدا، وابتدى يبقى في تحسن في المنظومه، وابتدى يوصل للمواطن بشكل حصل فيه ارتفاع في السعر لكن ابتدى يحصل فيه جوده اكتر، يعني على نسبه الجوده. وبالتالي هنا ممكن المستثمر يكون بيشوف حاجه انت لسه مش شايفها في الاقتصاد العالمي، ويبتدي يحسن من المنظومه او من المنظومه الكل. مم. النهارده عايزين نسأل حضرتك برضو الاستثمار الأجنبي، كيف تقرأ دور مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية إلى مصر؟ الاستثمارات الأجنبية طبعا هي بتجيب دولار للمورد بتاع الدولة، لكن هو خارج بيعمل ضغط على الموارد الدولارية. يعني هو بيبقى سلاح ذو حدين. لكن هو التكنولوجيا اللي هو بيسيبها أو بيجيبها دي اللي بتبقى مؤثرة في القطاع. وبالتالي اللي داخل الدولة بيستفيد، اللي هو بيشتغل في نفس القطاع داخل الدولة بيستفيد بيستفيد بالبنية اللي عملها المستثمر. المستثمر أو طب التكنولوجيا. أنا عايز أسألك سؤال بقى، خروج الأموال الساخنة، أنا أعرف إن لا يوجد اقتصاد يعني يهدم بسبب الأموال الساخنة، تمام. لكن خروج الأموال الساخنة بيبقى تأثيرها قد إيه في فترة التضخم؟ أنا عارف إن الفترة اللي فاتت كان في خروج الأموال الساخنة، عايزين نعرفها اللي هي بتبقى موجودة بشكل مؤقت. طيب الاموال الساخنه هي بتدور على الربحيه او سرعه الربحيه، ودي بتشتغل في ادوات الدين اللي هي اللي هي إيه؟ اذون الخزانه والسندات والاسهم، اللي هي الحاجات السريعه، ما بتخشش في الاقتصاد المباشر. مم. تمام. الاموال الساخنه بتيجي على سعر، بتحصل على في الاقتصاديات على سعر الصرف. يعني بيبقى المضاربات عليها بين سعر الصرف وبين الادوات الماليه. هو بيستغل انخفاض وارتفاع سعر الصرف والمضاربات عليها في السوق السوداء، والمضاربات اللي بتحصل في الادوات الماليه الناحيه الثانيه.
اللي بيحصل في الميكانيزم ان احنا بدخل بالاموال الساخنه دي ادي مثلا موضح كده طيب للمشاهد. انا لو معايا مليون دولار هخش النهارده بكام؟ في اشتري اذونات اشتري خزانه مثلا. اذون خزق ب 50 مليون جنيه بالسعر الصرف اللي هو الدولار. طيب انا ببقى مستني ان سعر الصرف ده يعني انا اكسب منه ال 50 مليون يبقوا 60 مليون من الادوات الماليه، يبقى انا كسبت 10 مليون. تمام. وانا خارج لما اجي اخرج ابص الاقي في ضغط على العمله، فانا عايز مليون وال10 دول بحوالي 200,000 200,000 دولار. طيب المليون دولار بتوعي وال 200,000 المكسب دول، ال 200,000 دول يعملوا مشكله في سعر الصرف، فيبتدي يطلع السعر من 50 جنيه ل 51 جنيه، ابقى انا كمان كسبت جنيه زياده او 2 جنيه زياده او 3 جنيه يعني حسب الاموال المضاربه. الساخنه سعر الصرف. هتلاقي سعر الصرف احيانا كان بينزل، يعني في فترات ينزل. طب لما ينزل، لما لو انا متوفر عندي الدولار وفي تدفقات، يعني واحد خرج بمليون واحد تاني داخل لي ب 10 مليون، فانا عندي 10 مليون دخلوا لي فهديهم له اديله مليون و100، وبالتالي بتبقى عمليه زي الحلقات بتاعه السلسله. وبالتالي هنا لما تيجي تخرج كلها مره واحده بتتكسر السلسله، وده اللي عمل تغير في سعر الصرف اللي هو من 30 جنيه لحد ما وصلنا ل 50 جنيه وعمليه المضاربه. القرار كان مشكلتها فين؟ كان مشكلتها ضريبه الارباح الراسماليه اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هي خرجت 22 مليار مع عمل ضغط. هو ال 22 مليار لما خرجوا من البورصات عملت الضغط على سعر الدولار، وده اللي كان المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها. وبالتالي هنا لما الدوله النهارده هي ابتدت تتكلم في ضريبه الارباح الراسماليه، ابتدت تتكلم في سعر الصرف، ابتدت تتكلم في كذا منظومه، وهم كلهم مع بعض يبتدوا يشكلوا الاقتصاد الكلي، وان انا اتحكم في هذا الامر، وان انا ساعه ما يجي يخرج عندي لا انا يبقى ب 49 وب 48 كمان. وبالتالي الرقم اللي يخرج من الخزنه بتاعت الدوله اقل. اهميه البورصه المصريه في الاقتصاد القومي. طيب البورصه المصريه هي سوق تسعير، سوق لتسعير الاصول، يعني احنا بنسعر الاصول من خلالها. سوق للتمويل، ان انا باخد تمويل منها بعمليه طروحات، وعمليه ان انا بعمل قياس، لان اي مستثمر لما بيجي بيشوف 3 حاجات: سعر الصرف، القوانين المنظمه، ومؤشر رئيسي للبورصه. لان هم اقتصاداتهم مختلفه. احنا اقتصاداتنا بيعتمد على القروض من البنوك، لكن اقتصاد الدول المتقدمه زي امريكا والدول الاوروبيه بيعتمدوا على الاستثمار في البورصات. فهو بيشوف مؤشر البورصه وهو القياس عمليه الدخول والخروج، يعني من ضمن قياساته للدخول والخروج لجذب المستثمر يعني جذب البورصه. الاستثمار. وبالتالي هنا لو هو بيخش عشان يعمل عمليه المضاربات او المتاجرات، هو بيبص على المؤشر ده. لو هو بيستثمر وعايز يعمل شركه وعايز يعمل تخارج من هذا الاقتصاد وهو خارج، في تخارجات بتتم عن طريق البورصه، يعني هو بيسيبها المستثمرين اخرين بيشتروها من داخل البورصات. وبالتالي البورصه المصريه هي عمليه تنظيميه لمؤشرات الاقتصاد وترجمه، او مرآة، احنا بنسميها مرآة الاقتصاد، وهي ترجمه لعمليه المؤشرات. اتخاذ القرار بيتم من خلال يعني القراءه للبورصه. نعم. طب النهارده اهميه الطروحات الحكوميه في البورصه المصريه. طب الطروحات الحكوميه في جزء كبير جدا من الشركات مدرك في البورصه بالفعل، وفي جزء خارج البورصه. تاثير ده على الاقتصاد يا فندم؟ هو بيحصل منها على تمويل وعمليه تسعير للاصول. يعني النهارده لما اجي ابيع شركه من الشركات، النهارده ايه اللي يقول ان الاكس من الشركات اللي هي مملوكه للدوله دي ببيعها بمليار او ببيعها ب 10 مليار؟ التسعير بتاع البورصه. ابسط مثال كان ارامكو السعوديه. ارامكو السعوديه النهارده هو اكبر بير بترول على مستوى العالم. النهارده السعوديه اضطرت ان هي تطرح جزء ارامكو. من ارامكو 1.5% عشان يعمل عمليه تسعير. ده بيزود الجي دي بي بتاعي في الاقتصاد الكلي، وبيخليني في الائتمان بتاع الاقتراض بتاع البنوك. لما بقترض من الدائنين من الخارج بيزود عندي، كل ما ارتفع السعر الاصول اللي عندي في الدوله بيعمل ضمان لهذه الائتمان، وبالتالي باخد فايده اقل. ده جزء برضو من الجزء. يعني ده مش معناه اني بتخلى عن الاصول بتاعتي، ولكن بزود قيمتها السوقيه. بزود قيمتها السوقيه. ده جزء من الموضوع. بزود ان انا عندي حق الاداره، يعني انا كدوله
اللي انا بعمله هو صح. طب لما يكون عندي مستثمرين افراد او عندي مستثمرين استراتيجيين، هو ممكن يغير القرار بعد دراسه، يعني يقدم دراسه معينه لمجلس الاداره، وبالتالي يقول له انا شايف الاستفاده، ممكن يزود خطوط انتاج، يزود صناعه، يزود عماله، يزود وحدات انتاجيه، وبالتالي هنا بيستفاد الاقتصاد الكلي، بيبتدي يستفاد، لان كل ده بيبقى كل قطاع ليه استراتيجياته الخاصه. وبالتالي هنا استفادت شركات كتير جدا زي قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه، قطاع البنوك، قطاعات البنوك تم تطويرها بشكل كبير جدا من البورصات. في قطاعات زي القطاعات العقاريه عمل طفره فيها، طفرات كبيره جدا حصلت لشركات القطاع الخاص كمان من خلال البورصات. واستفادت شركات من قطاع الاعمال العام بهذه التطوير، ان عمل زيها. يعني هو النهارده البورصه ايه، هم قعدوا مع بعض كقطاع عقاري، فالقطاع الخاص عمل كذا، القطاع الاعمال العام بيبتدى ان هو يعمل زيه، فابتدى ينعكس ده على اداء الاسهم بتاعته، وابتدى المساهمين الافراد يعني يبقى فيه ربحيه، ويبقى فيه جذب لعمليات السيوله في البورصه، وابتدى يدخل عمليات تمويل جديده من خلال البورصه غير البنوك، لانه بيحصل على تمويلات اكبر من تمويلات البنوك، لان البنوك بتديكي نسبة من الأصل، يعني ممكن يديكي لحد 80%، يقترض مم. لحد لكن البورصات ممكن تدي 10 أضعاف السعر. يعني لو معاه مليون جنيه، شركة رأس مالها مليون جنيه، ممكن ياخد 10 مليون يقدر يشتغل فيهم، فيكبر النشاط رأس ويكبر المال رأس المال وتكبر. وفقا لقواعد معينة طبعا. لكن يعني احنا بنتكلم في أسهل أرقام، بحيث إن المشاهد يبقى يعني فاهم. حضرتك شايف عودة بورصة السلع ليها دور كبير، ولا زي زمان فاكر تقول لك القطن كسب القطن خسر؟ لا، هو طبعا الاسواق طبعا حركه الاسواق الماليه، ان انا بزود يعني البورصات وبورصات السلع، ده هيعمل بيحدد التسعير. يعني مثلا سوق زي سوق العبور ده النهارده، ايه اللي يقول الطماطم ب 10 جنيه، وايه اللي او يقول بخمسة اللي عمليه المتاجر اللي هي عرض والطلب. فهنا الكميات والسعر ده اللي بيحدد الاسعار، وبالتالي هنا الاسواق نفسها بتعمل متوسطات ليها. يعني هو لما بيجي ينقل من سوق العبور لاي سوق تاني كسوق رئيسي، يعني في التوزيع بينقل لاي سوق تاني اللي هو الاسواق اللي هي القطاعي اللي هي بتوزع، بيبتدي يحط مثلا تكلفه المكسب التاجر زائد النقل. مم. وبالتالي هنا بيبقى عندي انا كحد بيشتري او كقوه شرائيه متوسط للسعر ده. فتحديد الاسعار دي بتبقى مفيده جدا للمستثمر، لان انا كده انا شايف ان السعر ده غالي، فبروح ادور على سوق تاني. وبالتالي هنا ممكن العمليه يعني انت مع عودة بورصة عوده السلع؟ بورصه السلع. هو فعليا في بورصه السلع موجوده، لكن هي النشاط بتاعها قليل، بيتم على موسم سنوي. يعني هو بيعملوا القطن حاليا، ابتدى يرجع تاني موضوع القطن، وابتدى يدخل الاسواق دي، هتتحط على شاشه زي شاشه البورصه وشاشه التسعير، وبالتالي هتعمل عمليه قياس ان انا ضبط الاسواق ضبط كمان. الاسواق كلها. والاسواق الرئيسيه، يعني الدوله في 7 اسواق المفروض انها تعملها زي سوق العبور كده، في منطقه من اسكندريه لحد الصعيد تحت، في 7 اسواق رئيسيه. ال7 اسواق الرئيسيه دول التسعير بتاعهم هم اللي يحددوا كل الاسواق، يعني المتوسطات بتاعتهم، فانا كمستهلك ابقى عارف ده غالي ولا رخيص، لان انا ما عنديش هو كل واحد بيبيع السعر اللي هو عايزه. وبالتالي هنا توازن السوق او عوده توازن الاسواق، وده مهم جدا ومفيد للاقتصاد. يعني انا شايف السلع غاليه ممكن استغنى عنها، او ان انا احجم عن شرائها لفتره معينه لحد ما تنخفض، وبالتالي هنا عمليه المضاربات تخف. يعني مم. اللي عاملين التجار في اسعار بعض المواد الغذائيه ده هيخف. وده موجود في البورصات العالميه. يعني النهارده في سكر لندن، في الرز بيتسعر، القمح بيتسعر عن طريق البورصات، كل ده بيتسعر. فالنهارده انا بعرف التسعير بتاعه، وما بين التسعير العالمي والتسعير ايه الداخلي للاسواق بتاعتنا. وبالتالي هنا المفاضله فين؟ هل ممكن اجيب منتج زي اللحوم، هل اجيب البلدي ولا اروح اجيب المستورد ارخص؟ على حسب بقى ايه السوق بيبقى ماشي ازاي. وليها شاشات وليها برامج معينه من خلال هيئه الرقابه الماليه بتنظمها. لكن عمليه تفعيلها او الزياده في التفعيل طبعا هم بيعملوا مجهود كبير، لكن اهم شيء يطمن المستثمر عشان يدخل يستثمر. بص حضرتك، الدوله طبعا هي ضمان رقم 1. رقم 2 عمليه التوازنات الاقتصاديه، ثبات سعر الصرف، السياسه الماليه والسياسه النقديه. البورصات
والتخارج ان انا ابقى ضامن فلوسي وانا خارج، ابقى ضامن عمليه الاستثمار وانا هخرج منها ازاي، والاليه وتكون اليه منضبطه، واليه ما فيهاش عمليه تذبذب كبير. وبالتالي هنا المستثمر. يعني انت مع ثبات التشريعات الاستثماريه ولا مع تغير التشريعات لا، انا انه السياسه الضريبيه بالذات لازم يبقى انا النهارده هاخد ضريبه زي ما انت عايز، وقول ان انا هاخد ضريبه، لكن عشان اعرف احسب وانا خارج اخر السنه من الاستثمار ده او العائد بتاعي من الاستثمار، اول السنه ما تقعدش تغير كل 3 شهور او 4 شهور الضريبه، او تزود او تنقص في عمليه ال ال الضريبه او التحرك الضريبي. وبالتالي هنا عشان اعرف اعمل عمليه الاستثمار بتاعتي، الناحيه الثانيه توفير ثبات سعر الصرف او التعويم المضار اللي حصل حاليا ده، عشان اعرف برضو احسب دخولي وخروجي في التذبذبات اللي بتحصل عشان استثماري. وده دول اهم حاجه في الموضوع. والضمان نفسها الاليات التخارج اللي هي بتاعت البورصه، اليات تخارج البورصه او البيع المباشر. البيع المباشر هبيع لمين وهبيع ازاي. وبالتالي عمليه تحويل الفلوس او ترانزاكشن لو انا مستثمر اجنبي، ولو حتى مستثمر مصري ومن داخل الدوله وبيبيع حاجه او بيبيع اصل، بيبقى عارف يبيعها ازاي، وعمليه المرونه في القرارات. طب دلوقتي في الفتره القادمه واحنا شايفين العالم كله بيحيا على صفيح ساخن، والله اعلم المنطقه ما تشهده في المرحله اللي جايه من عدم استقرار او استقرار، يعني لا حتى وقتنا الحالي لا يستطيع احد اقرار ما سوف تنتهي اليه حال استقرار المنطقه باسرها بل العالم باسره. كيف تقرا مستقبل الاقتصاد المصري في مصر؟ هو احنا بس احنا البلد الامن في المنطقه احنا كلها عمليه استقرار يعني في ال3 قارات على فكره ونتمنى في افريقيا واوروبا حتى وآسيا. اوروبا بقى فيها مشاكل، بعض المشاكل وواحد الاحتياجات لبعض الفئات العماليه. لكن احنا عندنا يعني هي عمليه الاستقرار اللي حاصله، احنا عمليه عندنا هدوء سياسي، عمليه رزانه في اتخاذ القرار السياسي، وبالتالي هي منعكسه على حكمه، عندنا لدينا حكمه سياسيه واراده سياسيه حكيمه، ما هو ده ودي عامله لنا امن. اهم حاجه عشان يجي المستثمر الامن، ده عامل اساسي. هو عمليه هروب الاستثمارات يعني انا اعرف يا دكتور ان في افريقيا في بلاد فيها ثروات كتير، ولكن انا بتكلم على مستثمرين مش هقول اسمهم هنا، قالوا لا احنا نخاف نستثمر فيها، ما هو ده طبعا فلوسك مش راس مضمونه المال جبان هناك. طبعا. رغم ان فيها ثروات كتير جدا وفيها مكسب كبير جدا كمان. يعني هو ممكن يروح يكسب اضعاف ما بيكسبه هنا، لكن هو الاستثمار راس المال جبان. يعني هو بيخاف ان هو يحط فلوسه تضيع، فطبعا هو عايز عمليه الاستقرار الامني اللي هو حصل في 2014 لحد 2016 ابتدى يعمل عمليه توازنات. انا النهارده مستهدف ان انا هستثمر والاستثمار الاصل ده يروح مني. ما هو في ناس راحت استثمرت في دول مجاوره وحصل عمليه انهيار يعني رؤوس الاموال بتاعتها. ولكن عمليه الثبات واتخاذ القرار بشكل حكيم والتعامل مع القضايا السياسيه بشكل يعني منظم، ده قافل عليك ومخليك ان انت عندك الحاجه ممكن تكون غاليه شويه، لكن في استقرار والحاجه موجوده. وده مخليك ان انت عندك ثبات، عارف تشتغل. يعني لو جاء استثمار اجنبي عايز يشتغل هيعرف يشتغل، عندك استثمار مصري عايز يشتغل، او حد عايز يطلع فلوسه ويحطها في استثمار في شايف فيه بوتنشال او فيه عمق او فيه يعني مراحل نمو، هيبتدي ان هو يشتغل كويس. حتى يعني مش ممكن ما يكونش احسن حاجه، وممكن يبقى في دول افضل منك، لكن السياسات اللي ماشيه دي هي توازنيه بشكل اكبر، وبتخلي الاستثمار عنده عمليه شبه استقرار. لكن انت بتكملها طبعا زي ما قلنا بالسياسات الماليه والنقديه، لكن السياسات السياسه اللي هي كسياسه البوليتيك بتاعتك دي عندك يعني نقدر نقول الحمد عام. لله الاستقرار اللي موجود عندنا له عامل اساسي في جذب الاستثمار، لان صاحب المال جبان طبعا. والحمد لله على نعمه الامن والامان، ربنا يحفظها ويدومها علينا يا رب. بشكر الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير اسواق المال. بشكرك.